في العالم والتي أقيمت اليوم. من أهم هذه المباريات فازت الجزائر على الإمارات بهدف لا شيء. هولندا استطاعت الفوز على المجر ب6 أهداف لهدف. لقاء جنوب أفريقيا ودنمارك انتهى لمصلحة المضيف، وأستراليا خسرت من الولايات المتحدة، وغانا تفوز على لاتفيا. إذن المنتخب الجزائري ممثل العرب الوحيد في المونديال أنهى مرحلة التحضير والإعداد بفوز معنوي على الإمارات بهدف وحيد. سلام من مناصير تابع اللقاء العربي الودي. إن كان عام 82 أو عام 86 وهنا واضح الجماهير الجزائرية. في ألمانيا محاربو الصحراء يلاقون الأبيض الإماراتي في آخر محطة إعدادية قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في مونديال 2010. كتيبة رابح سعدان تدخل اللقاء الودي بكامل النجوم، توليفة يصفها المحللون والنقاد بأنها التشكيلة الأساسية التي ستلعب بها الجزائر في البطولة العالمية، خصوصا مع عودة المصابين عنتر يحيى ومجيد بوقرة وكريم مطمور. وخلافا لحديث الأمس، يزيد منصوري ورفيق جبور يحصلان على الثقة من جديد ويتواجدان منذ البداية. أما الإمارات التي تستعد للاستحقاقات القادمة فضلت تجربة الأسماء الجديدة، لأن الهدف من معسكر أوروبا هو الوقوف على القائمة النهائية للفريق. الإمارات كانت الأفضل في بداية المباراة، فيما لم تظهر الجزائر بالصورة التي تمنتها هذه الجماهير الكبيرة التي حضرت من شتى البقاع لمؤازرة ممثل الوطن والعرب. وحتى الفرص التي أتيحت لم تجد الاستغلال المناسب، فلم ينجح عبد القادر غزال ومن قبله رفيق جبور في التعامل مع الكرة بالشكل السليم. وإذا تكلمنا عن الشوط الأول فلا بد أن نعطي كريم زياني حقه، فكان الأبرز والأنشط والأكثر فعالية، والذي يعول عليه السيد رابح سعدان. الإمارات تنجح دفاعيا ولم تعطي أي مجال للهجوم الجزائري، ولكن غلطة الشاطر بألف يا سبيت خاطر لمسة يد بريئة تمنح زياني ركلة جزاء، والتي أعطت الخضرة أول هدف بعد صيام لأكثر من 130 يوما. الجزائري عن طريق كريم زياني. بعد الهدف جاءت التغييرات من كلا الطرفين. الإمارات تزج بأسمائها الشبابية، والجزائر تمنح الآخرين فرصة الحضور في آخر بروفة تحضيرية. الأبيض لم يهتز بالهدف، بل أعطاه دفعة معنوية في الوصول إلى مرمى فوزي شاوشي، والذي أبعد أكثر من كرة شكلت خطورة فعلية على شباكه. الفرصة اللي مش معقول، السعيد الكثيري كان أمام فرصة تسجيل التعادل. إذن الجزائر تنال أول فوز لها بعد طول انتظار، انتصار وإن كان معنويا لكنه لم يغلق أبواب الانتقادات، فالكثير ما زال غير راض عن صورة ممثل العرب الوحيد. التركيز لم يكن حاضرا والتفاهم لم يكن مناسبا، فضلا عن أن عددا ليس بالقليل من اللاعبين ما زالوا يشكون من ضعف في اللياقة البدنية. الشيخ سعدان يرد ويقول: أنا راض عن الأداء، وتصحيح الأخطاء سيكون في لقاء سلوفينيا الأول. سلام المناصير، صدى الملاعب.